في كده أغاني مهما سمعتها تفضل تديك نفس المشاعر وكأنك بتسمعها لأول مرة. ومن الأغاني دي أهو جه يا ولاد، ورغم إن عمرها أكتر من 60 سنة لكنها لسه بتدينا فرحة وبهجة وسعادة برمضان لحد النهاردة. وحكاية الأغنية بدأت في معهد الموسيقى العربية، كان بيدرس هناك سهام توفيق وصفاء لطفي وسناء الباروني. يقوم أساتذة المعهد وبالأخص علي إسماعيل يشجعوهم على تكوين فرقة، ولأن التلاتة كانت روحهم خفيفة كده وحلوة اختار لهم الملحن علي إسماعيل اسم للفرقة الثلاثي المرح. وبدأت بقى فرقة الثلاثي المرح في الظهور في برامج الهواة اللي كانت بتعملها الإذاعة المصرية لتقديم الأصوات الجديدة. كان إنتاج أي أغنية إذاعية في الوقت ده بيبدأ بتقديم كلمات الأغاني للجنة النصوص الإذاعية، ويا توافق يا ترفض. وكان من بين أعضاء اللجنة دي أسامي كبيرة قوي، منهم مثلا الشاعر أحمد رامي وصلاح عبد الصبور. وبعد الموافقة على النص يقوم المشرف على الإنتاج الإذاعي باختيار المطرب والملحن، واللي كان في الوقت ده الموسيقي الكبير محمد حسن الشجاعي. فلما قدمت الشاعرة نبيلة أنديل كلمات أغنية أهو جه يا ولاد وافقت اللجنة بقى عليها، واختار الشجاعي لتلحينها علي إسماعيل ولغنائها الثلاثي المرح، لأنه كان شايف إن كلمات الأغنية دي مش مناسبة لمطرب واحد. علي إسماعيل تقاضى 20 جنيه على تلحين الأغنية، أما بقى الثلاثي فكان أجرهم 140 جنيه ليهم هما التلاتة. والشروق في إيه؟